أهلا بيكم في صفحتي مملكة الحلويات. بندور على طريقة سهلة وبسيطة نعمل بيها البسبوسة. النهاردة هنعمل البسبوسة بأسهل طريقة. تابعوني لغاية آخر الفيديو عشان نشوف عملنا بسبوسة الأكياس إزاي. سميد البسبوسة من سنبلة الفرات هنعمله في فيديو النهاردة، طريقة سهلة وبسيطة. تابعيني لغاية آخر الفيديو، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعموني باللايك والاشتراك. أخدنا من سميد البسبوسة 3 كوبايات من المج العادية بتاعتنا بتاعت البيت. سميد البسبوسة من سنبلة الفرات موجود عند أي مستلزمات حلويات. يا جماعة هنجربه بس بالطريقة نمشي عليها بالظبط علشان تطلع معاكي بسبوسة رقم 1 على سفرتك في رمضان. 3 كوبايات بالمج العادي بتاعنا بتاع البيت. خدنا 3 كوبايات يعني نص كيلو، وكمان عليهم 3/4 كوباية من السمنة زي ما انتوا شايفين كده. وهبتدي بس السمنة بتاعتي بدقيق السميد. الطريقة سهلة وبسيطة هنمشي عليها بحذافيرها عشان نطلع أحلى بسبوسة. طبعا ناس كتير بتشتكي من السميد السايب. طبعا ما بيبقاش يا جماعة يعني على ما يرام، او زي ما يعني زي ما انتوا شايفين ساعات ما بيطلعش البسبوسة. من ناس كتير ما بتعرفش تطلعها من السميد السايب. فطبعا قلنا نجرب بسبوسة الأكياس هتطلع معاكي فعلا، بتبقى مضمونة وتطلع معاكي البسبوسة فعلا حكاية. في حلة كده على النار معايا 3/4 كوباية من اللبن، معايا كوباية من السكر، معايا معلقة من عسل الكلوكوز. هننزل طريقته في الفيديو الجاي ان شاء الله، لاني انا اللي بعمله، انا ما بشتروش جاهز زي ما انا قلت لكم في فيديو قبل كده. الطريقة سهلة وبسيطة، وهنعمل احلى عسل جلوكوز هخليكي تشتغلي بيه كل فترة رمضان او كل حلويات رمضان، لان طبعا بيبقى داخل فيها لازم معلقة او 2 من عسل الجلوكوز. بنقلب الخليط بتاعي حلو قوي زي ما انتوا شايفين، وابتدي ان انا اجسه كده زي ما انتوا شايفين عشان اتحمل درجة حرارته، وفي نفس الوقت اضمن ان السكر بتاعي طبعا داب، ما يبقاش فيه السكر بتاعي لسه موجود في أرضية الحلة بتاعتي. اتحملت طبعا هنا درجة الحرارة بتاعت اللبن والسكر زي ما انتوا شايفين، وتأكدت ان السكر خلاص كده داب. اطفي على الخليط، بس اهم حاجة يا جماعة ما يكونش الخليط سخن قوي، عشان برضو بيبقى سبب ان البسبوسة بتاعتي ما بتطلعش مظبوطة. الخليط اتحمل درجة حرارته، يعني بيبقى زي دافي بسيط، ما يبقاش بيغلي. ابتدي الفه لفتين كده مع السميد بتاعي، ما عجنش وما كترش يا جماعه عشان عرق الجلوتين ما يقواش. عرق الجلوتين اللي موجود في الدقيق ما يقواش. لغايه كده طريقه سهله وبسيطه، ومتهيألي بسبوسه الاكياس ما فيهاش كلام. صينيه مقاس 28 زي ما انتوا شايفين، دهنتها دهنة سمنه، وفي نفس الوقت هكون مشغله الفرن بتاعتي على درجه حراره 170 او 180. انت طبعا اللي انت شايفه درجه الحراره المظبوطه معاكي ايه هتشغليه عليها. بسبوسه بتاخد حوالي ساعه الا تلت او نص ساعه و5 دقايق. ببتدي اوزع الخليط بتاعك بقى كده في الصينيه، صينيه مقاس 28 زي ما انتوا شايفين، خبطتين على الترابيزه علشان تتساوى. حابة تخليها سادة زي ما هي، في فيديو برضو تاني هننزل البسبوسة سادة وبس، كمان هنحط عليها قشطة من فوق. عندك بقى اي مكسرات اوكي مفيش مشكلة، ما عندكيش وحباها سادة خليها. انا عايزة البسبوسة دي تطلع معاكي هي وطريقة الكنافة اللي احنا نزلناها رقم 1 على سفرتك في رمضان، عشان تقولي احلى وصفات من مملكة الحلويات. هنعمل بقى القطر بتاعنا او السيرب زي ما انتوا شايفين كده. 1.5 كوباية من المية، 1.25 كوباية من السكر، عصرة ليمونة متهيالي احنا حفظنا، وكمان معلقة عسل كلوكوز. بعد 7 دقايق او 10 دقايق، وكمان التكة دي ما ننساهاش معلقة سمنة بلدي. طبعا بالنسبة للسمنة المتاح عندك اعمليه، لو في سمنة عادية مفيش مشكلة، بس يا جماعة بجد السمنة البلدي بتنقل الحاجة في حتة تانية خالص. طبعا بتخليها طعمها بجد يا جماعة حكاية، بس طبعا لو متاح عندك. لو مش متاح والسمنة خليط مفيش مشكلة يا جماعة، الموجود عندنا في البيت نعمل. المهم ان احنا برضو نعمل اللي يبسط ولادنا. زي ما انتوا شايفين بقى كده بقلب تقليبة خفيفة كده في النص، ما بقلبش قوي عشان انا مش عايزة الجوانب بتاعتي تبقى مسكرة. ببتدي اقلب تقليبة كده
بسيبه حوالي 7 دقايق او 10 دقايق، وبعد كده قبل ما بقفل منساش احط الفانيليا بتاعتي، نص عصرة ليمونة. ما ننساش يا جماعة. انا كان عندي نص كوباية من القطر موجودة او السيرب موجودة، كملتها على المقدار ده، لان البسبوسة بتاعتي بتاخد كوبايتين بالظبط. انا هنا بس زودت عليهم علشان انا كان عندي، لكن من الطبيعي لو انت ما عندكيش وهتعملي لسه سيرب جديد، كوبايتين من السكر، كوبايتين من المية، عصرة ليمونة، معلقة عسل كلوكوز، بقلب فانيليا، باك فانيليا في الاخر، وبعد كده بطفي عليهم. العسل بتاعي السيرب بيتحط على البسبوسة سخن، ما يتحطش بارد. احنا كده ماشيين مع بعض خطوة خطوة، متهيالي مفيش اي حاجة صعبة. البسبوسة بتاعتي بعد ما طلعت زي ما انتوا شايفين اخدت حوالي ساعة الا ربع، لونها مفيش كلام. اول ما اسمع الصوت ده تعرفي ان البسبوسة بتاعتي مظبوطة تمام، شربت القطر، يبقى برضو البسبوسة بتاعتي تمام. زي ما احنا قايلين ومتفقين في فيديو قبل كده ان احنا بنحط القطر بتاعنا على دفعتين 3، ما بكبش القطر او بحط كله على البسبوسة واقول ايه ده ما شربتش القطر والقطر لسه كله طبعا من فوق موجود. بستنى شوية وبغطيها، وبعدين بروح حاطة بقية العسل السيراب تاني. بستنى شوية وارفع الغطا بتاعي واحط بقية السيراب بتاعي. كده احنا ماشيين متهيألي يا جماعة خطوة خطوة. البسبوسة هتطلع معاكي رقم 1 على سفرتك، متهيألي كأنك جايباها من أفخم المحلات، عشان ما يبقاش الناس اللي بتقول سميد السايب بيبوظ مني، ما بعرفش اظبط البسبوسة بتطلع ناشفة، ما بتشربش القطر. متهيالي انا شرحت لكم البسبوسة بكل حذافيرها، ما فيش اي حاجة متهيالي ما قلناهاش. مشيين مع بعض خطوة خطوة لغاية ما طلعت من الفرن. اهم حاجة الفرن بتاعتنا يا جماعة ما تبقاش عالي قوي، علشان البسبوسة بتاعتي ما تنشفش من الارضية، وتيجي تقطعيها تحسي ان البسبوسة ارضيتها ناشفة ومن فوق طرية. اهم حاجة نمشي على التريكات دي، لان بتفرق كتير في البسبوسة لما بتخلص معايا. بعد ما خلصنا بقى كده وشربت القطر وجينا نقطع بقى ونشوف الجمال ده، اللون طبعا بتاعها. يعني يا جماعة البسبوسة بتتكلم عن نفسها بصراحة، انا مش هتكلم يعني. هي هي يعني بصراحة مغرية حتى للأكل. مش قادرة اقول لكم كمان لو سبتوها لتاني يوم البسبوسة بتبقى في حتة تانية خالص، بتبقى شرب القطر كمان بزيادة او السيرب بزيادة، وبتبقى كمان انعم كمان. بس بجد هي طعمها وشكلها في حتة تانية خالص. عشان اللي يجرب يا جماعة الطريقة يكتب لي في الكومنتات، ولو في اي اسئلة يا جماعة نكتب في التعليقات، اي حاجة انا برد عليها. اهم حاجة ان انتم تتابعوني دايما على صفحتي مملكة الحلويات، عشان هننزل حاجات كتير في رمضان. وشكرا، باي باي.